أعلن جنرال متقاعد السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية ليصبح أول مرشح في الاقتراع المقرر إجراؤه في أبريل المقبل، في وقت يلف الغموض نوايا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999. ويأتي إعلان ترشح الجنرال علي غديري غادة إعلان الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل المقبل. وعلى الرغم من وضعه الصحي وتقدمه في السن يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولايات رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة الذي نادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بالجلطة لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن. وبموجب القانون سيكون لدى المرشحين المحتملين حتى 4 مارس للتسجيل لدى المحكمة الدستورية. وشكل الغموض بشأن ترشيح بوتفليقة من عدمه محور النقاش السياسي في الجزائر على مدى أشهر، لكن غديري كان أول من أخذ زمام المبادرة معلنا في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية: قررت أن أقبل التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية. وقال الجنرال البالغ من العمر 64 عاما: هذا التحدي الكبير ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم. وعزز غديري صورته العامة بسلسلة مشاركات إعلامية في الأسابيع الأخيرة. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الوطن الشهر الماضي انتقد تكهنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بوتفليقة، قائلا إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوة مماثلة. وأثارت هذه التصريحات حافظة وزارة الدفاع التي توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين. بعد صفعة البرلمان الأوروبي، الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع ميزانية 2019 لدعم المغرب تشمل الصحراء المغربية. بعد أن استبعد مشروع ميزانية الإنفاق العام لسنة 2019 المقدم لمجلس النواب الأمريكي الصحراء من المساعدات المالية المخصصة للمغرب، تحرك المشرعون الأمريكيون بمجلس النواب لاحتواء الموقف، مما جعل مشروع القانون الأخير يميل أكثر نحو الحفاظ على العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة والمغرب، ليتم في النهاية تقديم قانون مالية جديد لا يتم التمييز فيه بين المغرب وصحرائه، ويقدم المساعدات المخصصة للأقاليم الصحراوية كجزء من المساعدات المقدمة للمغرب. يذكر أن في مطلع يناير الجاري طرح مجلس النواب الأمريكي للتصويت مشروع ميزانية يفصل المساعدات المقدمة للصحراء عن المساعدات المقدمة للمغرب، وهو موقف مخالف للمواقف السابقة للكونغرس الأمريكي الذي اعتاد التصويت في السنوات الماضية على مشاريع ميزانية تنص على أن الأموال الموجهة لدعم المغرب يجب أن تشمل منطقة الصحراء المغربية. وكان موقف مجلس النواب الأمريكي الأخير قد خلق توجسا لدى المغرب من أن يكون هذا الموقف جزءا من المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية والمعادية لمصالح المغرب، خاصة الموقف الأمريكي الأخير بمجلس الأمن والذي كان وراء التمديد للمينورسو لمدة 6 أشهر فقط بدل سنة كما هو معتاد في السنوات الأخيرة. وحديث المستشار الأمريكي للأمن جون بولتون المتزايد عن جدوى بعثة المينورسو وضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف لحل مشكل الصحراء. بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، خرجت عصابة البوليزاريو للرد على قرار المغرب والاتحاد الأوروبي، وهددت باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية لإسقاط الاتفاق بين الرباط وبروكسل. ودعت العصابة في بيان لها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في التصويت غير الملزم وتغيير المسار على الفور، وبأن مثل هذه الخطوة هي مزعزعة للاستقرار بشكل واضح ضد قرارات المحكمة الأوروبية حسب تعبير المرتزق. وأضافت العصابة بأنها ستستعمل بشكل متواصل وبكل الوسائل القانونية المتاحة إلى إظهار عكس القرار الغير القانوني الذي تم الإعلان عنه ببروكسل، مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في هذا الموقف واستخدام التجارة كحافز إيجابي للسلام حسب ذات البيان. وصدق البرلمان الأوروبي الأربعاء على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، حيث سيمر
تمد التفضيلات الجمركية للسلع الزراعية ومنتجات الصيد البحري القادمة من الصحراء محل النزاع المفتعل مع عصابة البوليزاريو التي تدعمها الجزائر. وحظي الاتفاق بتأييد 444 نائبا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ خلال التصويت الذي تم الأربعاء، علما أن البرلمان الأوروبي يتكون من 750 نائبا. ويرمي الاتفاق الجديد إلى توسيع التفضيلات التجارية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري الآتية من الأقاليم الجنوبية، وهو التكريس الذي كانت العصابة تضغط من أجل الحيلولة دون تضمينه في الاتفاق. توجهت الممثلة العليا لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الأربعاء إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق يومين تبحث خلالها جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية لشؤون الخارجية: تسافر فيدريكا موغيريني إلى المغرب يومي 16 و 17 يناير الجاري. وأضاف البيان: خلال الزيارة سيستقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الممثلة العليا لشؤون الخارجية موغيريني، وسوف تجتمع أيضا مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي نصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ورئيس مجلس النواب الحبيب مالكي، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني المغربي. وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: هذه الزيارة هي جزء من إعادة إحياء العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل شراكة استراتيجية أعمق وأكثر طموحا. وخلال اجتماعاتها ستقوم موغيريني بحسب بيان المفوضية بمراجعة العلاقات الثنائية مع الوزراء في مجالات سياسية واقتصادية، علاوة على قضيتي الأمن والهجرة. وسوف يناقشون أيضا قضايا السياسة الإقليمية في المنطقة. يذكر أن بروكسل وقعت على اتفاق شراكة مع الرباط عام 1996 ودخل حيز التنفيذ في عام 2000، وذلك لتعميق العلاقات السياسية والاندماج في السوق الداخلية عبر تقريب التنظيمات التشريعية، كما تحدد الشراكة معالجة مشكلة إدارة الهجرة. وفي 16 يوليوز 2018 اعتمد مجلس وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تعديلات على البروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية مع الرباط، وتهدف إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الاتفاق ليشمل الصحراء وتجديد اتفاق الصيد البحري مع بروكسل. وتأتي الزيارة بعد الانتصار الدبلوماسي المغربي الذي تمثل في تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تجديد الاتفاق الفلاحي دون استثناء المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، وتوجيه بذلك ضربة قاضية لعصابة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم العصابة قبل دخول مجلس الأمن الدولي. يبدو أن الدورات المقبلة لمجلس الأمن ستحمل غير قليل من المشاكل للدبلوماسية المغربية بعد الإصرار الذي أبدته خارجية جنوب إفريقيا في التنسيق مع دول مقربة من العصابة تتقدمها الجزائر، وذلك بلقاء وزير خارجيتها مسهل قصد نقل وجهة نظر مناوئة لمصالح المملكة، تزامنا مع تواجدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الدورات المقبلة. اللقاء الذي احتضنته الجزائر العاصمة وحضرته وزيرة الخارجية الجنوب إفريقيا لينديوي سيزولو تناول فيه الطرفان قضية الصحراء المغربية، حيث شدد على اتفاق وجهات النظر بخصوص حل القضية من خلال ممارسة ما يسمى بالشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وتطبيق اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن. وبالموازاة مع اللقاءات المكثفة التي تعقدها جنوب إفريقيا، أصدرت بيانا تبدي فيه مساندتها للعصابة وترحيبها بالمفاوضات الرباعية التي احتضنتها جنيف، داعية الأطراف إلى إظهار إرادة تساعد على بناء مناخ الحوار. وزادت قرار العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الربع الأول من السنة المقبلة إيجابي. وأضافت الخارجية في بيان لها أن جنوب إفريقيا مرتاحة لتمكن أطراف الصراع من اللقاء، وتتمنى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومقبول من كلا الطرفين بما يضمن تقرير مصير ما يسمى بشعب الصحراء الغربية على حد تعبيرها.
وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب الاثنين ببروكسل على اتفاق الصيد البحري الذي يجمعهما والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام. ووقع على هذا الاتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. فؤاد يزوغ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفير رومانيا، وأودوبيسكو لومينيتا تيودورا باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية بحضور السيدة زكية دريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. ويأتي اتفاق الصيد البحري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 من يوليوز الأخير بالرباط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو زائد 30%. كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ومن جهة أخرى وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق الذي من المنتظر أن تصادق عليه اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه في جلسة علنية. أعزائي المشاهدين، تشرفنا بزيارتكم لقناتنا، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر التسجيل وتفعيل الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.